قبل بداية الدوري المصري وغلق باب القيد، فرق الدوري تتسابق في إنهاء الصفقات. نادي فاركو يعلن التعاقد مع اللاعب ثيو هرنانديز وحسين حسني. نادي الاتحاد السكندري يضم الحارس يوسف نادر 3 مواسم على سبيل الإعارة. كما تعاقد الاتحاد السكندري مع اللاعب فيفور أكيمي النيجيري لمدة موسم على سبيل الإعارة. نادي المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع اللاعب بونور مغويشة. نادي غزل المحلة يعلن تعاقده مع أحمد وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، والجناح النيجيري ويليامز ساندي لمدة 3 مواسم. حرس الحدود يحصل على توقيع اسكندر العبيدي لمدة 3 مواسم. وفي الزمالك تدق الأجراس لانضمام مهاجم جديد حدي الدباغ. النادي الأهلي يوافق على انتقال سمير محمد إلى نادي بتروجيت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع. وسلام. الناس اللي مش عاملة سبسكرايب